اهلا وسهلا مستمعي اون سبورت اف ام في كل مكان وحلقه جديده من تيكي تاك. انا حازم امام ومنورنا النهارده البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني. ده بقى برضه من الحاجات اللي برضه بتجي لك على طول كوميكس عليها. اوكي. اللي هي ده كوبر هو قاعد بمؤتمر الصحفي. السلام عليكم. السلام عليكم. بص يا سيدي، جبتها منين؟ أقول لك. يعني راجل بيتكلم، طب استنى وخش. انت كنت ساعتها رئيس اتحاد الكوره ولا كنت بره؟ كنت عضو مجلس اداره في الاتحاد. ودخلت عليه السلام عليكم. ما انا اصلا مش عايز اخش عليه. طب ودخلت ليه؟ ما فيش اجباري يخش عليه. ليه تبقى ليه؟ ساعتها المبنى كان كده. ليه ما من جنب مش زي المبنى القديم الاتحاد الكوره العادي؟ ما فيش جنب. ليه؟ كان مقفول، البيبان كلها كانت مقفله. في باب يوديك، ما انت اصلا طب ما تخش يعني. استنى يا حازم، انا هقول لك. انت اصلا المبنى عامل ازاي؟ لا اصل الراجل رد فعله ما انا جاي لك انا جاي لك المبنى عاملين انك تروح الملعب من خلال المطعم. هي فين البتاعه دي؟ جوه وانت داخل وانت عايز عشان تروح الملعب. لا اتحاد الكوره ولا كان فين ده؟ في الهدف. في الهدف. اوكي. في مشروع الهدف. مشروع الهدف كان معمول غلط، مصمم غلط. عشان تروح الملعب لازم تعدي من يا مع المطعم. ايوه مع المطعم يا اما يا اوضه الاجتماعات. صح. لازم تعدي. طيب ماشي. انت واخد بالك؟ هو قاعد في اوضه الاجتماعات. فانا جاي ايه؟ انا ما اعرفش. انا داخل عايز اروح اقابل هاني واقابل في الملعب. اوكي. فجاي اخش من المطعم، قالوا لي ده الباب مقفول والمفتاح مش معانا. انا ما اعرفش ان في مؤتمر اصلا. بس زحمه، اكيد زحمه. لا ما هم مقفولين عليهم قاعدين. بس الصحفيين هيجوا بعربيات، لا ما فيش عربيات. الحته دي كانت صحراء يعني. ما انا ما اعرفش. لا ما كانش في جراج عشان اشوف العربيات فيه. ايوه. انا بقى داخل، انا ما اعرفش، قالوا لي ايه تعالى يا كابتن من هنا. ففتحت لقيت هيصه. انا دخلت، انا مش داخل، مش حاطط في دماغي، انا متخيل ان انا هعدي بفتح. انا بفتح الباب كده. انت واخد بالك؟ ففاكر ان هعدي بقى، همشي خطوتين واروح الملعب. فانا بفتح، اول ما فتحت لقيت صحفيين. ولقيت الراجل وانت ما عندكش خلفيه ان في مؤتمر صحفي خالص. فطبعا لما لقيت القصه كده قمت ما اعمل ايه؟ طب السلام عليكم. انا ما اعرفش رد فعل الراجل بقى. عملت ايه بقى عشان ما بقاش قليل الذوق؟ قمت قاعد شويه. وانت مش عارف. انا اصلا مش عايز، انا ماليش في المؤتمر. انت مش عارف الكلام على ايه. يقول لي ايه ان انا مش عارف اصلا هم عايزين ايه، ولا ليا دعوه بالاسئله. انا ايه اللي جابني هنا يعني؟ فالراجل انا بقى بعد كده فانت قعدت بقى ساعات شويه كده. قعدت شويه قال يعني ايه، التاني بيسال وانا عمال صح. لا وفاكر انا ما شفتش رد فعل الراجل. الراجل اتخض. والراجل تنشن جدا. يا نهار اسود. كان موقف صعب جدا. هو انت عندك مكنه حلاقه جديده؟ ليه؟ تخش على عبد الستار صبري تحلق له جنب واحد. خدت له وفجاه نلاقي لعيبه المنتخب كلهم فرح. انا خدت اللعيبه كلها فعلا تحت المقص. حسام حسن، كابتن حسام، مدحت عبد الهادي، عبد الستار صبري، عماره. فانا قلت لهم انا هخش معاكم. قالوا لي طب وانت هتخش؟ قلت لهم انا هخش ان شاء الله، بس انتوا الاول انا هظبطكم يعني. كان عندي المكنه بقى كنت جايبها كده بعمل بيها دقني. فخدت كابتن حسام جايبها من ايطاليا بقى. كنت بقى جاي من ايطاليا بقى مظبط معايا بلاي ستيشن وبتاع، وهم ما حدش عارف الحاجات دي. ايوه طبعا. فخدت عبد الستار، خدت مدحت، خدت كابتن حسام، خدت عماره، وجم عليا انا بقى قلت له انا ماليش في الكلام ده. هارد لك. ضحكت عليهم يا ابني. بس ايام صعبه. هيسامحوك لان البلاي ستيشن يا نهار ابيض ده انجاز. ده اختراع. انا لما جبته المنتخب كله عندنا في الاوضه. يا نهار. انت عارف الماتش ده دايما بيقول القصه دي. كابتن جوهري كانش عارف ايه ده لسه. انت عارف كابتن جوهري برضه لما يلاقي حاجه كده ما بيحبهاش. مظبوط. فكل شويه يخش يا ابني ايه البتاع ده ما تقفله وبتاع. فاول ماتش في زيمبابوي ده انا كنت دايما بلعب او حاطط لها واحنا بنلعب بلاي ستيشن يعني في زرار اللي هو السيركل الدايره بتدوس عليه بيعمل تشيب. فانا كنت هاري نفسي التشيب ده والله العظيم ما بهزرش. انت عارف ان هي دي نفعتني في ماتش، اول ماتش كنا بنلعب جبت جون اللي هي رحت عامل كده قاطع كده وعامل انها شوط ورحت عاملها تشيب اللي هو جت على العرضه وحسام حسن حطها على خط الجون دي. ده من والله من بلاي ستيشن، من كتر ما لعبت بلاي ستيشن. لا يعني من كتر ما كنت بلعبها وبحب اللعبه دي. فلما جت الموقف نفسه بنفس اللي في دماغي رحت عاملها بالظبط وهي جون على فكره. هو لعيبه العالم كلها بتلعب بلاي ستيشن. بس ساعتها ما كانش يعني انا قصدي ساعتها كانت لسه ما حدش عارف ده ايه.